السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم تتبيلة وحيلة. واش اخباركم حباباتي وخواتاتي الغاليات؟ نتمنى تكونوا في نعمة دايمة. كما تعرفون يا البنات، قناتي مختصة في الوصفات التقليدية الجزائرية، يعني دايما تشوفوني ندير هاد المعجنات المخبوزات الجزائرية التقليدية، وكل مرة نعاودها وكل ما نلقى سر يعني نشاركه معاكم، على خاطر على بالكم باللي غاليين عليا بزاف بزاف، وكل مرة نعرف سر نشاركه معاكم ونحاول نعاود الوصفة بالسر هذاك اللي عرفتوه هكذا، حتى نتوما تبخلونيش من هذاك الجام حبيباتي. هيا عبزوا على هذاك الجام باش هكذا توصل الوصفة لأكبر عدد ممكن من المتابعين. والسر اللي جبته اليوم راح يبدل لكم الذوق تاع البراج 360 درجة. كاين بزاف ناس يعرفوه وكاين أغلبية الناس ما يعرفوش هذا السر، لكن نضمن لكم البنة يا البنات خرافية رهيبة. تبعوني للاخير، راح نعطيكم الطريقه بالتفصيل، راح نعطيكم هذاك السر، راح يجيكم البراج من ابن واروع ما يكون. واللي يذوق البراج ولا المبرجه تاعك راح يسقسيك على سر البنه. رايحه نمد لكم مقادير مضبوطه جدا، سواء بالنسبه للسميد ولا العجينه، عفوا ولا الغرس ولا الليدام. تبعوني بركه البنات. هيا نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا وسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج ربع كيلة تاع السميد يكون متوسط. انا كيلت بالعلبة تاع المارغرين نتاع 500 غرام، ولا حبيتي كيلة صغيرة تبعي معاي فقط وراح نمدلك الكيل تاع الصغير. اذا عندنا ربع كيلة تاع السميد المتوسط، ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح، ملعقة صغيرة من العسل، وهذا هو المكون السحري اللي رايحه نضيفه، راح يعطيكم واحد البنة. شوف، ما تحكموش حتى تجربوا الوصفة، ما تحكموش على هذا المكون حتى تجربوا الوصفة، ورجعوا لي الخبر في التعليقات. اذا جبت حبة تاع البرتقال، بشرتها وحطيتها مع هذاك السميد، وجبت لي دام تاعي اللي كنت ذوبت فيه كيلة ناقصه اصبع خليط بين السمن المارغرين، خليتهم بردوا معايا تماما، وعمرت هذاك الاصبع اللي مازال لي بالزيت العاديه، ورايحه نزيد اصبع خلاف من زيت الزيتون. اللي ما عندهاش زيت الزيتون تكمل هذاك الاصبع بالزيت العاديه. زيت الزيتون راح يعطيها واحد البنه هايله. نخلطوا نبسوا هذاك السميد مع ليدام، نبسوهم بيدينا. البسوس ما راحش يدي لكم وقت كبير، رايحين نديروا اقل من الوقت اللي نبسوا فيه المقرود لازم يتبس مليح حتى يولي عجينه، لكن البراج ما محتماش يتبسوا مليح. وبالنسبه للتعليقات اللي يقولوا لي باللي البراج لازم 3 كيلات بكيله تاع ليدام، شوفوا خواتاتي انا ندير 4 كيلات بكيله وسبع تاع ليدام، وتجيني تشوف تذوب في اليد قبل الفم. كاين حتى بعض المتتبعات يعني ربي يهديهم يقولوا لي باللي راكي تكذبي، يعني وعلاه نكذب؟ انا كي ندير مثلا 3 كيلات بكيله، علاه ما نقولش راني درت 3 كيلات بكيله، ولا نكذب عليكم ولا نخبي عليكم الوصفه؟ هاي الوصفه قدامكم وكل الخطوات راني شاركتها معكم، يعني ما عنديش علاه نكذب، وعلاه نكذب؟ اصلا الكذب حرام. فهمت والله ما فهمت، يعني بعض الناس يعني نحسهم ساعات مرض شويه هكذا، ما يقدروش نكذبوا اي واحد. ماشي كل واحد نقولوا له راك تكذب ولا مستحيل درتيها بالطريقه هذه. شفتوا الصوره، شفتوا الفيديو في الاول، شفتوا البراج كيفاه مبسين ويذوبوا في اليد يذوبوا في الفم هايلين ما شاء الله. تبعوا فقط الخطوات كما راني نقول لكم وراح تحصلوا على البراج من اروع ما يكون. واللي يذوق البراج تاعي كامل يهبل عليهم ويسقسيني على سر الوصفه. هنا البنات بعد ما بسست السميد نتاعي، جبت كيله نتاع الماء يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ندفوش الماء، وبديت نلم في العجينة نتاعي. وللأمانة دات لي كيلة إلا ربع نتاع الماء. الماء هذا تقدروا تزيدوا ماء الزهر، لكم حرية الاختيار. أنا من عشاق ماء الزهر في البراج، دايما نزيد ماء الزهر سواء في الغرس ولا في العجين. كما شفتوني دخلت العجينة في بعضها، يعني تقريبا عجنتها واحد نصف دقيقة، نصف دقيقة فقط هكذا، باش المبتدئات يقدروا يتحكموا في العجينة وتتلم لهم بسهولة، ما تبقاش تتفتت.
هنا نقسم العجينه نتاعي لزوج قطع ونحاول نكورهم كما راكم تشوفوا. اللي الجهه اللي تخاف تكون العجينه نتاعها ما تقسمهاش قد بعضها، تقدر تستعمل الميزان. جبت هنا بابي فيلم، غلفت لو بلان دو طرافاي، وهنا جبت ساشي خلاف، ورايحه نجيب العجينه الاولى نبدا نفتح فيها غير بيديا. شوفوا ننصحكم نصيحة، كي تجوا ديروا البراجة البنات ما لازمش تكونوا مقلقين، لازم تكونوا على راحتكم هكذا، وما لازمش يكون عندكم شقة تاع الدار بزاف، على خاطر نعرف بزاف بنات يكونوا مقلقين لو كان يديروا البراج مثلا صرا لهم مشكل مثلا ما تحبش تلم لهم فقط، يقلقوا منها ويطيشوا العجينة. حذاري لازم تكونوا في راحتكم، تكونوا زاهيين، ديروا الطاقة الإيجابية لرواحكم، والساعة تبداو تخدموا في البراج تاعكم هكذا البنات. هنا فتحت العجينه الاولى، ما تفتحوهاش بزاف بزاف، خليتها بجيه، ورايحه نزيد نفتح العجينه الثانيه. وكل ما شفنا هذوك التشققات كل ما حاولنا نضغطوا عليهم فقط بيدينا رايحين يسنحوا هكذا البنات. شوفوا البنات، استعملوا يديكم، يعني البنه كامل راها في اليدين البنه باش في العجين في اليدين. اذا هنا جبت الغرس، انا دائما نستعمل نورتور كاع لا مارك، دائما تقولوا لي واش من الماركه تاع الغرس اللي استعملها، هذه من اروع ما يكون تومور نورتور. اذا حطيت لها شويه تاع الماء وماء الزهر، عجنتها مليح تحصلوا على عجينه تكون طريه، زدت لها نصف ملعقه كبيره من المارغرين وعجنتها مع هذاك الغرس، ولميتها بالزيت العاديه حتى تحصلت على هذه العجينه. نفتحوا العجينه تاعنا بنفس الحجم تاع العجينه اللي فتحت الاولى. شوفوا نحطوا العجينه بها بالنيلو من الفوق، الله الله، ونبداو نحيو في النيلو كما شفتوني البنات بكل سهوله، ما راح تتعذبوا، ما راح تكسر معاكم لا العجينه لا حتى حاجه. بالنسبه للطبقه الثانيه تاع العجينه، بنفس الطريقه نهزوها بها بالنيلون، نحطوها فوق هذاك الغرس، ونبداو نسحبوا هذاك النيلون من التحت. شوفوا كيف بقات لي، ما تكسرت لي، ما تشققت لي، ما والو، يعني بطريقه سهله جدا. شوفوا البنات، هنا لازمنا العجينه نتاعنا نربيوها لازمنا نعطيوها الطرايح هكذا باش تسقم معنا. العود كي يتعوج لازمنا نقدوه هكذا، العجينه باش ما تتعوجش لازمنا نسقموها غير بالدبزه. كيما شفتوني البنات نخبط العجينه نتاعي هكذا باش تسقم لي ويروحوا لي هذوك التشققات، ونبدا نخدم بيديا في الاول البنات وخلاص. نبدا العجينه نتاعي نفتحها من الوسط حتى لبرا، نديروا هذه الخطوه باش هكذا تمشي لنا الغرس مليح للجوانب. وكي نقطعها معاكم راح نشوفوا الغرس تاعي كيف مشات ليه الجوانب. والسر في الغرس باش تمشي لك الجوانب البنات لازم ديروها طريه، وكي تيجيو تحلوا العجينه تبداو من الوسط وتروحوا لبرا هكذا البنات. وهنا جبت نيلون حطيته من الفوق على خاطر راح نسوي الوجه نتاعي باش يجيني شباب الله الله. وبديت نحل فيها بالحلال كيما راكم تشوفوا. وبالنسبه للسمك تاع البراج ما ديروهمش رقاق بزاف بزاف البنات، وكان ديروهم رقاق بزاف بزاف ما راحش يجيوكم بنان، يعني حتى الشكل نتاع العجائن التقليديه هذه يلعب دور في البنه نتاعهم. ما تخلوهم خشان خلاص، ما تخلوهم رقاق خلاص، ديروهم متوسطين البنات. نفتح مليح ونسوي الاطراف، نسوي الجوانب تاع العجينه. صدقوني البنات انا كي نخدم هاد العجائن، كي نخدم هاد المأكولات التقليديه، والله نحس بالمتعه، نحس بالفخر. يعني احنا كجزائريين عندنا هاد الاطباق التقليديه. شوف ما كانش فيه اماكن اخرى، والبنه نتاعهم ما شاء الله روعه يعني. مديناهم من عند حتى واحد، يعني خاصين بينا احنا وهكذاك، وبنان بزاف على بها. راني دايما ندير فيديوهات هادو ونحاول نوصلهم لاكبر عدد ممكن من البنات نتاعنا نتاع الجزائر، الفحلات الشاطرات، على بالي بلي يحبوا يجربوا كل شيء ويحبوا يبرعوا في كلش. شوفوا الطرف تاع العجينه كيفاه مشات ليه الغرس، شفتوها البنات؟ نبقى نقطع كامل هذوك القطع، انا ما نديرهم صغار خلاص، ما نديرهم كبار خلاص.
يعني اللي عندها المول هذاك اللي تقطع به، انا عندي بصح يجيني صغير بزاف الحبات، ما نحبش نقطع به. بصح المبتدئات قطعوا به باش يجيكم الحبات قد قد. شوفوا، شوفوا الحبه تاعي كيفاه، او الحجم السمك تاع الحبه تاع البراج كيفاه، ما شاء الله. سخنت الطاجين. البنات ديروا الطاجين اللي كان عندكم تاع الحديد ديروه على نار تكون متوسطه هكذا باش ما تحرق لكمش البراج، على خاطر على بالكم باللي البراج ليه يطيبوا، على خاطر هما مبسين، واي حاجه مبسه كي تحطيها في الطاجين ليه بالخف الطيب وقادره حتى تتحرق لك. على بها ديري نار متوسطه، وكل مره حركيهم كيما راكي تشوفي هكذا، حركيهم غير بالكوبات هذيك. وكي تحسيهم باللي طابوا ملاحظه خلاف، ما تقلبوهمش وهما مازالوا ما طابوش البنات، الا كان قلبتوهم وهما خضوره راحين يتكسروا معاكم هكذا. نبقاو نحركوا فيهم حتى يطيبوا لنا الجهه الثانيه، ومن بعد نهزوهم في راحتنا ونحطوهم بعيد يبردوا معانا تماما، يعني ما نمسوهمش حتى يبردوا معانا هكذا باش ما يتكسروناش. وهاي لكم النتيجة النهائية. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله، من أروع ما يكون. وصفة أنا متأكدة إلا درتيها راح تنجحي فيها، ورايحة تشكريني ورايحة تدعيلي ورايحة تترحمي عليا. شوف لازم تجربي هاد الوصفة، أنا نقول لك باش تحمري وجهك وباش يسقسيوك على سر الوصفة، باش تكوني للاهم لازمك تجربي هاد الوصفة تاع البراج، من اروع والذ الوصفات تاع البراج اللي ذوقتهم في حياتي. جربيها ورجعي لي في لي كومونتير. شوفوا هاي لكم الحبيبه، الله الله، شوفوا اللون تاعها كيفاه جا، شوفوا الطراوه والهشه، شوفوا كيفاه، شوفوا راح نقطعها معاكم وانتم شوفوا غير بعينكم وراح تحكموا عليها. شوفوا البنات، شوفوا الله الله، بسم الله ما شاء الله. إلى الملتقى في فيديو آخر.